السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الصندوق الأسود. في يوم 1 مايو 2023 كان في شاب لسه عريس جديد، فرحه مكملش يومين، والكارثة اللي حصلت بعد أقل من 48 ساعة من ليلة العمر هو نفسه أنهى حياة عروسته. ولما سألوه عن السبب قال كلام صادم، لكن الحقيقة إن الشرطة كشفتها كانت أبشع بكتير، والنتيجة إن أوراقه اتبعتت لفضيلة المفتي علشان يأكد حكم الإعدام ضده. عايزين تعرفوا الحكاية من الأول للآخر؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية على قناة الصندوق الأسود. قصتنا بتبدأ مع شاب اسمه محمد، عنده 29 سنة، من عزبة كفر داوود، مركز طنطا في محافظة الغربية. محمد زي أي شاب وصل لسن الجواز، بدأ يدور على عروسة، واختياره على آية الشربيني، بنت جميلة من نفس المنطقة، سمعتها طيبة والكل بيشهد لها بالأدب وحسن الأخلاق. المشكلة إن آية ما كانتش موافقة على الجوازة دي، ولما ما كانتش مرتاحاله، لكن أمها وأخوها ضغطوا عليها وقالوا إن محمد إنسان كويس والكل بيشكر فيه، وإن رفضها مجرد حجج مش منطقية. لكن آية كانت حاسة من جواها إن في حاجة غلط، وإن محمد مش مريحها نفسيا. الخطوبة تمت، وأهلها كانوا شايفين إنه بيغرقها حب واهتمام وفلوس كمان، لحد ما تم الزفاف يوم 1 مايو 2023. والليلة دي اتسجلت بداية المأساة. بعد يومين بس، يعني اليوم التالت يوم 3 مايو، محمد العريس اتصل بأخو آية وقال له الحقني في مصيبة. الجيران شافوا محمد نازل من البيت هدومه مليانة دم، وماسك سكينة في ايديه، وهو بيصرخ في الشارع، بيقولوا تعالوا شوفوا انا عملت ايه، انا غسلت عاري. الناس اتجمعوا واتصلوا بالشرطة، واخو آية لما دخل البيت لقى اخته مقتولة في اوضة النوم، مرمية في بركة دم. محمد في الاول ادعى ان آية مش عذراء، وانه قتلها علشان شرف، لكن في الاسم بدأ يغير كلامه، قال إنها رفضت حقه الشرعي أكتر من مرة، وإنه شك في سلوكها، لكن كلامه كله ما كانش ماشي مع بعض. المفاجأة الكبيرة ظهرت لما أم آية جات وقالت في النيابة إنها زارت بنتها، وبنتها حكت لها إن محمد بيطلب منها علاقة محرمة، علاقة شاذة، وهي رفضت تماما. الأم للأسف ما خدتش كلام بنتها بجدية، وقالت لها اصبري، انتوا لسه ما خدتوش على بعض، وما كانتش تعرف ان دي آخر مرة هشوف بنتها فيها. الطب الشرعي أثبت ان آية كانت عذراء بريئة من كل الاتهامات اللي محمد رماها عليها، وكمان التقرير أكد انه طعنها 35 طعنة، منها طعنات قاتلة في الرقبة والظهر. تحقيقات المباحث مع الجيران أثبتت إن محمد كان معروف في منطقته بسلوكات شاذة، وإنه اتشاف أكتر من مرة في أوضاع مش طبيعية، وده خلى القضية تاخد منحنى تاني خالص. المحامي بتاع محمد حاول يقول إنه كان بيعاني من أزمة نفسية، وإنه ما كانش قاصد يقتلها، لكن المحامي عن آية وضح إن القتل كان مع سبق الإصرار، بدليل عدد الطعنات الكبير، وإنه كان متعمد يتخلص منها بعد ما رفضت طلباته الشاذة. المحكمة استمعت لكل الشهادات والتقارير، وفي يوم 25 مايو من نفس الشهر المحكمة قررت إحالة أوراق محمد لمفتي الجمهورية علشان يأيد حكم الإعدام شنقا. أسرة آية حسوا بالعدل رغم إن الألم عمره ما هيروح. القضية دي يا جماعة علمتنا إن صوت أي بنت لازم يتسمع، ولازم أهلها يصدقوها. الصمت والتجاهل ممكن يدمر حياتها، وبالنسبة لمحمد هو ما اكتفاش إنه قتلها،
ده كمان حاول يشوه سمعتها علشان يبرر جريمته، لكن القضاء المصري قال كلمته وأثبت إن مفيش حد فوق القانون. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة من الصندوق الأسود. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واستنونا دايما في قصص جديدة وغامضة على الصندوق الأسود، واشوفكم على خير. سلام.